ازيكم؟ هنعمل النهارده مع بعض الليمون المعصفر بطريقه سهله وبسيطه، يتاكل في اسبوع واحد بس. انا هنا معايا كيلو ونص من الليمون مغسول كويس. وما تجيبي الليمون بتاع اللي انت هتعمليه معصفر، تجيبي الليمونه الكبيره وتكون ليمونه صفرة، ما تجيبيش الليمونه الصغيره ولا الخضره. هنقطع بقى الليمون كده طول وعرض زي ما انت شايفه كده، وما توصليش للاخر، ما تقطعيش الليمونه للاخر. الطريقة دي سهلة وبسيطة. انا عملت الليمون ده معاكم على القناة قبل كده، بس عملته بطريقة تانية، والطريقتين بصراحة اجمل واحلى من بعض الاتنين. انا كده قطعت كل كمية الليمون اللي عندي بالشكل ده كده. اي ليمونة زي دي كده وحشة تخلصي منها على طول، ما تستخدمهاش. معايا بقى مية مغلية او مية ايمن ان هي تكون هتغلي، تكون مية سخنة جدا، تسقطي فيها الليمون كده. واحنا مش عايزين الليمون ده ياخد سوا، ولا انا عايزه اسلقه. الليمون ده الميه تقلب قلب عليه، تاني قلبه تشيلي على طول، عشان خاطر بس القشره بتاعته ما تتهريش معانا، واما يجي يتحط في البرطمان وتيجي تاكليه تلاقيه مهري معاكي. ريحه الميه بتاعته جميله قوي، ما هو ليمون بقى. كده خلاص هو قلب قلبه، والتانية معايا شيلته على طول. هاتي بقى كده مصفى وطلعي الليمون ده في قلب المصفى، علشان خاطر المصفى تصفي اي زيادات في الليمون، ميه يعني اي حاجه زياده فيه يتصفى في المصفى. وخدي بالك الميه بتاعته ما ترميهاش، انا مش عايزه، انا مش عايزه ارمي ميته دي محتاجينها، الميه دي اللي احنا هنشتغل بيها. طلعي كده كل الليمون في المصفى، وطبعا سيبي، لان الدنيا سخنه معانا دلوقتي فمش هنعرف نشتغل خالص. فهتسيبي الميه تبرد، وهتسيبي الليمون كمان يبرد حوالي ساعه كده ولا حاجه. ده الليمون معانا اهو. سيبيهم بقى يبردوا، بعد ما يبردوا تعالي اقولك هنعمل ايه. كده خلاص المية بردت خالص تماما، والليمون كمان برد. هاتي بقى 4 فلافل وقرنين شطة. معايا هنا قرنين شطة وحوالي 4 أو 5 قرون فلفل أحمر. الفلفل ده معايا بارد، ممكن لو انت حابة تعمليه حراق يبقى تجيبي الشطة اللي هي بتبقى رفيعة عن الشطة اللي قدامك دي، بتبقى حامية جدا. هاتي بقى الكبة المتواضعة بتاعتك، زي الكبة المتواضعة اللي قدامك دي كده، وابتدي بقى اقطعي الفلفل والشطة في الكب. هو الفلفل اللي معايا مشبح مش احمر قوي، بس انا الحقيقة ما لقيتش اللي هو ده عندي في التلاجة، وما كانش في وقت قدامي ان انا انزل اشتري. الحتة الخضرة اللي في القرن اللي معايا ده هسيبها، لان مش هينفع احطها خضرة قوي. كمان واحد. والقرن اللي فاضل بقى ده انا هسيبه مش هستعمله، كده زي الفل او كده حلو قوي. هاتي بقى كوباية الا ربع من الملح، كيلو ونص ليمون عليه كوباية الا ربع من الملح، وحطي الملح مع الفلفل كده هو بيتضرب في الكب، عشان خاطر ينعم ويدوب، افضل من انك تحطيه في المية على طول. هنضرب بقى الكلام ده ونشوفه تاني. كده خلاص انا ضربت الفلافل بالملح. هاخدها بقى وهحطها على مية الليمون اللي معايا. شفتي بقى انا قلتلك ما ترميش مية الليمون ليه؟ بدل ما نحط مية من الحنفية حطينا مية الليمون. بس كده قلبي بقى، مفيش اي اضافات تانية، مفيش اي اضافات تانية. الطريقة دي بتاكليه في اسبوع. الطريقة التانية اللي انا عملتها على اليوتيوب، في طريقة تانية انا عاملاها الليمون المعصفر،
دي بتقعد مدة شوية، حوالي كده شهر او اسبوعين او اقل من الشهر، ما يزيدش عن كده. لكن دي 5 6 ايام بالظبط هتكوني واكله منه. ده عصفر بقى اللي انا فضيته في الطبق، ده عصفر. الكيس ده ب5 جنيه من عند العطار، قولي له هات عصفر هيديكي كيس زي ده كده ب5 جنيه. انا جبت 3 اكياس وفضيتهم، ومعايا هنا حبة البركة حطيت منها برضو 3 معالق. عايزة تزودي مفيش مشكلة براحتك. قلبي بقى العصفر مع حبة البركة ده كويس. على فكرة المحلول بتاع الليمون اللي قدامك ده ممكن تحطي جزر مبشور فيه، لو انت حابة جزر مبشور تحطي فيه عادي. بس انا شايفة كده الدنيا فل معانا والدنيا تمام خالص، مش محتاجين اي حاجة تانية. بجد الطريقتين اللي انا عملتهم لليمون، الطريقة دي والطريقة التانية اللي على اليوتيوب، اجمل واحلى من بعض الطريقتين. الطريقة اللي تحبي تعملي بيها اعملي بيها. كده هاتي بقى البرطمان بتاعك مغسول طبعا ونضيف وناشف. الليمون معانا زي ما انت شايفه اهو. هاتي بقى كده الليمونه وافتحيها واحشيها عصفر وحبه البركه وحطيها في البرطمان بالشكل ده كده. الليمون طبعا زي ما انت شايفه كده الليمونه مش مهريه، يعني انا ماسكاها الليمون مش مهري لسه، الليمونه صحيحه معانا سليمه يعني ما اتهرتش، لان انا ما خليتش الميه تغلي عليها قوي. هي قلبه والقلبه التانية طفي النار على طول وصفي الليمون من الميه في المصفى. يبقى هنفتح الليمونه كده وهنحشيها عصفر وحبه البركه بالشكل اللي انت شايفاه ده. طريقة سهلة وبسيطة خالص والأمور سهلة، في نص ساعة بالظبط هتكوني عاملة أحلى ليمون معصفر. طبعا عايزة تزودي الكمية مفيش مشكلة براحتك، تعملي 2 كيلو 3 كيلو، يا رب تعملي 5 كيلو حتى مفيش مشكلة، بنفس الطريقة هتشتغلي وهتعملي. أنا كده خلاص عملت ال1.5 كيلو، البرطمان ده خد 1.5 كيلو. هاتي بقى من المحلول اللي انت عملتيه ده وحطي على الليمون، وبكده يا ستي نكون خلصنا الليمون بتاعنا. اخد وقت بقى؟ خدش وقت، الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا ومفيش فيها اي حاجه. هزي كده البرطمان بحيث ان الميه تنزل بس على الليمون من تحت. طبعا المحلول اللي معاكي ده اوعي ترميه، هتعملي اي مخللات تانية، خيار ليفت كرومب اي حاجه تانية اشتغلي بيه على طول. هنحط كده شويه زيت على الوش وتمام وشكرا وعلى كده، وهنقفل البرطمان بتاعنا يا ست الكل. وبكده يكون خلصتي احلى ليمون معصفر في الدنيا. قفلي بقى البرطمان كده وحطيه في جنب كده على الرخامه، وبعد 5 ايام بالظبط او 6 ايام احنا يا ستي هندي اسبوع من عندنا كمان، تفتحي على احلى ليمون وهتاكلي منه وبألف هنا وشفا على قلبك. طريقه سهله وبسيطه خالص، انا عايزاكي تجربيها هتعتمديها وهتحبي الطريقه دي جدا. يا ريت بقى لو الفيديو بتاعي عجبك وحسيت ان انت استفدتي مني ومشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس وحطي لي لايك حلو.